السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا في الفيديو ديالي اليوم. الوغ اليوم فيديو جديده غندوي لكم فيها على التجربه ديالي مع العطور العربيه. هاد الفيديو هذه غتكون تكميله للفيديو الاولى اللي لحتها معكم دابا شي شهر، ودرت معكم البارتي الاولى اللي شاركت معكم فيها من العطور العربيه بمده الثبات ديالهم، النوتس اللي فيهم يعني المكونات ديالهم، وتنقيت نقدتهم لكم على حسب الذوق ديالي انا، من احسن واحد الاخيب واحد. فاليوم ان شاء الله غنكمل معكم الفيديو الاولى وندير معكم بارت 2. وقبل ما نكملوا عطيوني الراي ديالكم في الكومونتير على الاضاءه، اما حسن واش هكذا اضاءه خفيفه او لا بحال الاضاءه اللي كندير لكم ديما كيكون الضو يعني مجهد. خليو لي الراي ديالكم وما تنساونيش تشجعوني في الكومونتير لي جيم وابوني الا كنتم مازال ما درتوهاش باش نحط لكم ان شاء الله دائما الجديد. نبدا لكم باول عطر، هو هذا يارا الصفر. هذا العطر هذا من شركه لطافه، حتى هو بحال هاد اغلبيه العطور اللي كاينين هنايا. بالنسبه لهذا العطر هذا انا عجبني بزاف صراحه. انا غنقول لكم النوتس اللي فيه، ولكن قبل ديجا شاركت معكم هذوك الجوج، هذا وهذا، في الفيديو اللي قبل. الا بغيتوهم شوفوهم تما، نقول لكم زعما دغيا الراي ديالي فيهم. انا هذا سي مون بريفيري توب. هذا البارفان هذا يارا الوردي المفتوح، هذا رائع جدا وما كنظنش شي بنت ما غاديش يعجبها. النوتس ديالو خفيفه، فاني، مسك، عنبر، خفيف، خويتي فريمون خفيف. وكنظن اي بنت غادي يعجبها هذا البارفان هذا، لانه هكا جاي انثوي وفي نفس الوقت ماشي قاصح، ما كيدارش في الراس. هذا كنظن كلشي غادي يعجبو، مازال ما شفتي شي بنت قالت ما عجبهاش هذا. باغ كونطخ هذا المغلوق هذا يقدر شي بنات يعجبهم، يقدر شي بنات لا. قبل ما تشريو ضروري شموه. انا المشكله ديالو انه فاش كيطرش قاصح بزاف، كيجيني حلو بزاف وقاصح لدرجه انه كيضر في الراس. يعني ملي كيبرد كيولي فن. هذا نقول لكم طرشوه في لي بيجاما ديالكم مثلا، وملي ترجعوا تلقاوه برد ولا ريحته زوينه. اما نيشان كيضر في الراس. المهم تفصلت لكم في هذا العطور في الفيديو اللي قبل. دابا غندوي لكم على هذا الصفر. يلاه جربته ماشي بزاف. اول حاجه الثبات ديالو بحالهم تقريبا، الثبات ديالو عالي، سورتو في الاول فاش كتكونوا يلاه دايرين عطر مازال جديد عليكم، فكتدوروا كتشموه. هذا زوين الثبات ديالو بارابور للثمن، وهما راه ما غاليينش. على حساب واش راكم في المغرب ولا هنايا في اوروبا. في المغرب كنظن دايرين 200 300 درهم ماكسيموم، وحتى هنايا كيديروا 30 20 على حساب المحلات وعلى حساب لي سيت واش برومو ولا لا. المهم هذا بالنسبه للنوتس اللي فيه، في لاباز فيه الماندارين، الاوركيد، الفانيلا، وهاد هاد الفخوي. هاد البارفان هذا فخويته بزاف، يعني فيه الفواكه وكتحسوا به تروبيكال ديال الصيف بالضبط. الا عندكم شي تسافيره للمالديف للطاليان البحر، هذا البارفان مخير للصيف، ماشي ديال البرد نهائيا. هكا بارفان خفيف ومنعش ديال الشميشه والصيف، يعني ما كيضركمش في الراس بزاف. شفتوا هذا مازال فوخه في خويتي، انا نقدر نديرو في البرد حيت قاصح. مي هذا نو، هذا كنقول صيف 100%. فيه حتى الفاني، المسك، وفيه كيف قلت لكم الفواكه الاستوائيه، الكوكونات، الباشن فروت، فيه المانغو، فيه المهم فيه الفروت بزاف. داكشي علاش قلت لكم هذا عطر صيفي 100%. كنصحكم به صراحه. الثبات ديالو عالي، انا عجبني، وملي سالي نعاود نشريه اكيد حيتاش فريمون عجبني. هو اللي تابع هذا، وهذا هو الثالث فيهم. انا هذا كنفضلو على هذا الوردي المغلوق. وكيف قلت لكم الثبات ديالو عالي وكنصحكم به 100%. بالنسبه للبارفان هادو ديال اليارا كنظن كاينين غير 4، كاين هذا وهذا وهذا الصفر، وكاين هذاك الابيض. حتى تقولوا لي في لي كومونتير واش الابيض زوين يستاهل ناخذ ولا لا، حيتاش مازال ما خديتوش صراحه. باقي ما زعمتش عليه، ما كنشوفش البنات كيدويو عليه بزاف، فباقي ما شميتوش وما خديتوش. حتى تقولوا لي واش راه زوين يستاهل ناخذو او لا. المهم هذا ما كان بالنسبه لهذا البارفان هذا ديال الصفر ديال يارا. غندوي لكم دابا على هذا ميسك بودغي. هذا هو اللي كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات في الاخر ديالو باللي كاين واحد البارفان بغيتو يوصلني ومتشوقه ناخذه، فكان هو هذا ميسك بودغي. هذا اي من سميه كيبان النوتس اللي فيه هو المسك ولا الباودر. هذا العطر هذا نوريكم كيفاش كيجي الباكاجين ديالو حيتاش فريمون زوين.
شوفوا البنات الباكاجين ديالو شحال راقي وزوين بزاف. شبه ليا الباكاجين ديال الخمره، ديما كيعجبني الباكاجين ديال لاطافا، فريمون كيبدعوا فيه، كيعجبوني لي فلاكون ديالهم. المهم هذا يصلح تعطيو حتى كادو تالمون زوين هكا وانيق في يعني الا عطيتوه لشي واحد غيحمر لكم وجهكم، ماشي هكا شي باكاجين اللي كيبان رخيص وفهمتوا يعني كيبان البارفان من الباكاجين ديالو كيبان لك البارفان كيف داير. كاين دي بارفان واخا يكونوا زوينين كتحشمي تعطيهم كادو تالمون كيكون الباكاجين ديالهم خايب وكيبان شيب. المهم هذا البارفان هذا غنصدمكم بواحد المقدمه الواعره اللي درت ليه، غنصدمكم في الاخر على الراي ديالي. انا دابا كنت كنقول لكم غير الراي ديالي عليه في الباكاجين وشنو كنت متخيله في راسي. المهم هذا البارفان هذا النوت ديالو الرئيسي الاساسي هو البودر وهو المسك، فيه حتى دي نوت ديال الفاني، كنظن الخشب الصندل. المهم هذا البارفان هذا شوفوا زوين ياك، ولكن واحد المشكله انا عندي مع لي بارفان كنت ديجا بارطاجيتها معكم. كاينين دي بارفان اللي كيضروني في راسي وكيجيبوا ليا حاجه الرده، فهذا من لي بارفان، من هذوك لي بارفان ما قدرتش عليه نهائيا نهائيا نهائيا، ما قدرتش عليه. نقرب لكم اللي بغيتو تسكريني ولا شي حاجه. اول مره درتو اول رشه ضرني في راسي وما قدرتش نعاود نديرو وكيتبت، والثبات ديالو رائع وعالي بزاف بحال خمره. الا عقلتو خمره كنت قلت لكم راه الثبات ديالها 1,000,000/10 وسعدات البنات اللي غتعجبهم، فهذا كذلك. عرفتوا والله العظيم الا رشيتو في البينوار ديالي غير في يدو هكا رشه واحده فقط، لان كنت خصني نجربه هو الاول على باش نرش بزاف باش ما يضرنيش في راسي. وهذيك الرشه بقيت كنشم فيها حتى صبنت البينوار وانا كنشم في ديك الرشه، وصبنت البينوار ومازال كنت كنشم في الكمام ديالو هكا مره ملي كنهزهم كنشم فيه هاد الريحه هذه. الثبات ديالو زوين وريحته صراحه غزاله. نقول لكم الريحه ديال النقاوه بحال الريحه ديال لي بيبي تماما، ريحه ديال لي بيبي وريحه النقاوه، ريحه لا كنت تعرفوا ريحه البودغ فنه. يعني احسن، انا بالنسبه لي احسن ريحه هي ريحه البودر. ما كتبانيش بلي دايره شي بارفان، كتباني غير راك يعني يلا خارجه من الدوش ودايره شي كريم اولا شي بودغ، وهذيك الريحه ديال الجسم ديالك هكذاك. فصراحه زوين من ورا الدوش. انا غنجرب مازال، عاودت عطيتو فرصه اخرى ورشيتو مره اخرى رشه واحده من داز سيمانه على اول رشه وضرني في راسي صراحه وجاب لي الترويعه. ما عرفتش اش هاد المشكل عندي مع لي بارفان، والا كانت شي وحده عندها بحال هاد المشكل تقولها ليا. وهاد المشكل عندي من شحال هادي، انا من ديما لي بارفان كيضروني في راسي وكيروعوني وما كنقدرش على اي بارفان يعني نهائيا، وما نقدرش نرش شحال من بارفان. دابا ملي كندير معكم الريفيوز ما كنبغيش نرشهم حيت كيخربقوا ليا معدتي ما فهمتش. المهم الا كان شي وحده بحالي قولوا لي، قولوها ليا باش ما نحس براسي بوحديتي. المهم هذا البارفان واش غنعاود نشريه؟ ما غاديش نعاود نشريه، غزال فن. كانت شماتو عندي ماما عجبها بزاف، ولكن انا ما عجبنيش، وانا متاكده بزاف ديال البنات غيعجبهم. ولكن ما عرفتش الا كانت شي بنت بحالي كيضروها لي بارفان في راسها خصها ضروري تشمو عاد تشريه. الا كانوا زعما اي بارفان كيعجبكم والذوق ديالكم في لي بارفان ماشي صعيب، انا متاكده هذا البارفان هذا غادي يعجبكم. صافي هادشي اللي كاين جو بونس على هذا البارفان. كيف قلت لكم الثبات ديالو رائع 10/10. هذا ننصحكم تشموه تشريوه، وصراحه راه زويون وهذا ما كان. وبالنسبه لهذه حتى هي كتعجب بزاف البنات، بزاف عند المحبين بزاف. هذا اكلير حتى هي صراحه زوينه حلوه، يعني مازال ما بدلش عليها الراي ديالي من اخر مره. الثبات ديالها عالي واهم حاجه انا ما كتجينيش ديال برا، كتجيني غير ديال الدار لانها سكري بزاف، فتا هي زوينه. ولكن هاد اميره العرب انا كتجيني كلاس وشبهت لي فواحد البارفان ديال جيميشو بزاف. انا ما فهمتش هاد اميره العرب، واخا ما شفتي شي واحد كيقول بلي راه هي الجوب ديال ديك جيميشو هذيك اللي كتكون في الفلاكون مدور، مشات لي سميتها، ولكن راه كتجيني فوتوكوبي ديالها، ما كاينش فرق. المهم تتقولوا لي نتوما واش كتوافقوني الراي. وبالنسبه لاخر عطر البنات كيف قلت لكم هو العطر ديال سويس ارابيان شغف الذهبي. غنخلي لكم الفيديو ديالو هنايا لانني ما لقيتوش كيف قلت لكم. غادي نخلي لكم الفيديو ديالو هنا، كنت بارطاجيته مع الناس في تيك توك وغنعطيكم عليه واحد الراي صادم جدا. انا مصدومه من راسي حيت هذاك نهائيا ماشي ستيل ديالي. هذاك العطر غادي يكون هنا واقيلا كيبان لكم رائع
رائع جد جد جد، انيق، فن غزال. اي سيده هكذا صراحه ماشي ديال البنات، انا جاني نهائيا ماشي ديال البنيتات الصغار، سورتو اللي قل من 20 او لا مهم فوق من 23 24 ممكن، ولكن قل جاني صراحه لا جاني ديال النساء اكثر من ديال البنيتات الصغار. مثلا هذا ديال البنات، هذا ديال البنات، هذا ديال البنات، الغوز حتى هو هذا يجي للعيالات حتى هما، هو وهذاك يارا تروبيكال، ولكن هذا سورتو جاني البنات، هذا وداك الغوز هذا جاني انا بنات صغار فقط. هذا لجميع الاعمار، هذا كذلك، ولكن النساء اكثر يجي معاهم. ولكن هذا البارفان ديال السويس، هذا البارفان ديال شغف صراحه كيجيني غير لي فام، ماشي كاع البنيتات اللي مازالين صغار بزاف لا ما يصلح ليهمش. بالنسبه للنوتس، المكونات الاساسيه اللي فيه هو العنبر، العود والورد. الريحه ديال العود كتشم فيه يعني طاغيه بزاف على البارفان، هي والعنبر. شوفوا ريحته فنه، واخا فيها العود الناس اللي ما كيعجبهمش العود غير حاولوا تشموه. انا انسانه كنكره العود وما كيعجبنيش كاع. ولا كيف قلت لكم راه هذيك ديال الخمره راسها هي ثقيله وتجي فيها العود، وانا ما عجبتنيش ومستحيل نديرها. دابا ما بقاش عندي ديجا، حيدتها ما خليتهاش في الدار حيت ما كتعجبنيش. اي بارفان كنحاول نحيدو ما كيعجبنيش. فهذا فيه العود ولكن رائع رائع البنات، فن ماشي ديال كل نهار نهائيا. انا جاني غير ديال المناسبات، ما ديروش في الخدمه. باقا العقل كانت معايا واحد السيده كانت كدير هذا البارفان ديال العود في الخدمه، والله العظيم الا كنت كنشم الريحه ديالها واخا تكون في شي كولواغ بعيد عليا كنعرفها راه جايه غير بديك الريحه ديال البارفان ديالها. اولا كنكونوا هكذا. المهم زعما الروايح ديال العود في الخدمه ما كيجيونيش انا بلان، كيجيني غير ديال شي مناسبه، ديال شي حفله، ديال شي عرس، شي سواغي في. وانا كنصور البنات عمل لي ستوكاج وقت تاع الفيديو. الا كانت شي وحده عندها شي حل للستوكاج في الايفون عتقيني به صراحه. من بين الحوايج اللي كيعقدوني على الفيديو هو ستوكاج، ما عرفتش شنو غندير معاه. شحال ما خديتي ستوكاج كيسالي، شحال ما مسحتي كيسالي ستوكاج، ما عرفتش علاش. المهم نكمل الفيديو دغيا قبل ما يسالي الستوكاج ثاني. كيف قلت لكم الروايح ديال العود بالنسبه ليا ماشي كاع ديال الخدمه وماشي ديال كل نهار نهائيا، وماشي ديال الصيف، ديال البرد، شي خريجه في الليل، شي سواغي، شي عرس، شي مناسبه فقط. هذا رايي الشخصي، وكل وحده حره دير لي بارفان في الوقت اللي بغات وامتى ما بغات. المهم كيف قلت لكم الثبات ديالو عالي بزاف. هذاك البارفان ديال هذا البارفان الاخر اللي بارطاجيت معكم شغف رائع. الدوري ان شاء الله الزرق حتى هو عليه بزاف ديال لي زافي زوينين، باغا نجربو. ولكن الدوري اللي جربت دابا زوين بزاف، كنصحكم بها البنات. غزال، الثمن ديالو كنظن شي 35 اورو هكذاك، يعني 350 درهم في المغرب. ما عنديش فكره نهائيه على الثمن ديالو. هذا ما كان، هذا هو الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم ما تنساوش تخليو لي التشجيعات ديالكم في لي كومونتير، خليو لي دي جيم، قولوا لي الراي ديالكم في الفيديو باش هكذا نحسن من الفيديوهات ديالي مره على مره. واعطوني الراي ديالكم في الاضاءه، اما حسن واش هكذا اضاءه خفيفه ودافيه اولا الاضاءه تكون كثيره ومجهده. وهذا ما كان. الا كنتو باقي ما درتوش لي ابوني ديروها ليا، وتهلاو في راسكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده. بسلام عليكم، باي باي.